اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة معاكم هنعمل معاكم محشي كرنب ومحشي بصل. ما تستغربوش، إن شاء الله تعرفوا معايا كل حاجة بالتفاصيل في الفيديو. أهم حاجة بس تشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد، وعلى قناة الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب. نزلت السوق وقلت لازم أكل النهاردة كرنب، فروحت السوق جبت كرنبتين حلوين تستاهلوا بقكم كده. عندنا كمان الكرنب غالي جدا الايام ديت والطماطم غاليه. نسمي الله كده الاول وبالف هنا وشفا رب الكل اي حاجه. نسمي الله ونخش مطبخنا. جبت حله فيها زيت على سمنه، بس الزيت اكتر يعني، وبصلتين كبار ونزلتهم معايا يتحمروا. وبعد ما هحمرهم مش هحمرهم قوي، انا قلبتهم زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليهم بفلفل اخضر عندي وفلفل احمر، قطعته زي ما انتم شايفينه كده وبقلبها، ما بخليش البصل عندي تحمر. طبعا انتوا ستات شاطرين ما شاء الله عليكم يا رب، كل واحده حسب ما بتعمل اكلها وزي ما بترتاح في اكلها. اللي عايزه نيف نيف تعمل، واللي عايزه نص تحميره البصله ماشي. شفت اللون ده؟ انا بحب اللون ده. نزلت معاكم بالطماطم اهو زي ما انتم شايفين، عملت كمان شفشق. دي مش الكميه بس، انا عامله شفشقين طماطم بس، ده كان اول شفشق حطيته، وعملت كمان شفشق. كنت جنبي بعمل، كنت بسلق الكرنب جنبي. الكرنب اللي في الصينيه ده انا ما بطلعه من السليق، بحطه تحت ميه ساقعه من الحنفيه، بفتح عليه الحنفيه عشان يبرد بعضه وعشان ما ينهراش معايا. طبعا الصلصه خلاص سبكت معايا. حطيت ايه؟ حطيت فلفل اسمر، حطيت كمون، حطيت قرفه، حطيت ملح معاكم. التوابل تاني بتاعه المحشي ما بحطش غير فلفل اسمر، كمون، قرفه، والثوم معايا بس، ازيد من كده مفيش. وهنزل معاكم بقى بالخضره معايا، هي كزبره وشبت. بس ايه، بكتر الكزبره شويه. وكمان لو عندك قرن شطه ولا حاجه بتبقى جميله برضو، حسب الناس واكلها، حسب كل واحد واكله طبيعته. يعني انا ما شطه خفيف خالص يعني، لا تذكر. لكن في ناس بيحبوا الشطه. هي بصراحه المحشي بيبقى جميل لو في قرن شطه حراق، بيبقى جميل. وقلت ده كله ببعضه زي ما انتم شايفين كده وربنا يصلح ما بين ايدينا جميعا يا رب. كان عندي فراخ فقلت نعمل كمان جنبها شوربه، عشان نسقي بيها المحشي بتاعنا، ويبقى جنبها ايه، فراخ وجنبها الشوربه بتاعتنا. غليت الميه، طبعا غاليه الميه دي، بنزل بقى بالفراخ، وبنزل ببصلايه، وبنزل بطماطمايه، وبنزل بحبهان، وبنزل بلورة وفلفل اسمر، والملح بتاعي يا دوبك بتاخد معايا غلوه كده، واقوم موطيه عليها النار تستوي مع نفسها. متفقين متفقين. ما حطيتش اللايك برضك وما اشتركتش في القناه. يلا يا حلوه انت وهي. عملت ايه بقى لما عندي الفراخ بتاعتي استوت؟ اخدت كنت حشيت المحشي بتاعي، كنت عملت حله من ديت، وبقى معايا رز. اعمل ايه؟ قلت لا، قومي هاتي بصلتين 3 نقطعهم ونعملهم محشي بصل. انا بحبه وعيالي بيحبوه. انا ما مسكت من الكرنبتين، انا سلقتهم بس ما اخدتهمش كلهم، لان انا عندي عيب في عيالي، لو المحشي بات العيال مش بيرضوا ياكلوه تاني يوم. فقلت لا، اعمل بس على قد الحله الصغيره دي. وكنت مقسمه الكرنب، فالورق كان معايا خلاص كده خلص. فقمت جايبه عندي يجي 4 بصلات، 4 بصلات زي ما انتم شايفينها كده. حشيتهم برضو وطيبتهم مع المحشي وبألف هنا وشفا يا رب الكل اي حاجه. وبعد ما البصل بيطيب، فرشة زيت بسيطة خالص على البصل على وشه بس، وبدخله فرن بيحمر معايا بيبقى زي الفل. وكمان ساعات بحط له من فوق عشان يطيب معايا بسرعة. بجيب طماطم وبشرحها واحطها في قلب البصل من جوه عشان يطيب معايا بسرعة، يعني ياخد غلوة بس، واقوم ماسكة طماطمتين مقطعاهم شرايح حلقات، وبحطها زي ما انتوا هتشوفوا معايا ان شاء الله دلوقتي وانا بعد ما حمرت الصينية. طبعا الشوربه اللي انا بزودها للمحشي ده او ده بيبقى سخنه، وتكون كمان بتغلي. ده كان خلاص معايا بيتلد المحشي الكرنب، وكنت ده راح ادخله على السوا محشي البصل. فربنا يحسن بين ايدينا جميعا يا رب، وبألف وهنا وشفا يا رب اللي كل اي حاجه. ما تنسوش تدعوا دعوه حلوه كده من قلوبكم، وتكتبي لي في التعليقات بتتابعيني منين. وكل واحدة بتتابعني تعرفني الكرنب بكام عندكم والطماطم بكام. احنا الكرنب عندنا ب30 قالوا كرنباية، والطماطم عندنا ب20 وب25. اجتهادي كده. وما حطيتش اللايك يا فوزية،
مع السلامة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة، مع السلامة.